اعمل لايك ومتابعه وتعالى هوريك تنظيف الدور ازاي. هنفك الدور التاني يا رجاله وهنجيبه في المنطقه ده اهي. المنطقه ديت ميه حاميه من جنب الجرف، الميه ماشيه، لكن عيب الدور التاني ما بيشتغلش غير بالليل. الدور الاولاني فيه عيب واحد، ان الميه ماشيه بعد يعني ايه بعد الخشب ب 3 متر، ده عيبه. لكن هنا الميه ماشيه من جنب الجرف، من جنب الجرف على طول الميه ماشيه وغويط. صحيح الدور ده هياخد معايا غلبه، لان طبعا زي ما انتم شايفين كلها طبوس، وبقالي فتره بنضف فيه، يعني انا بصور بعد ما نضفت كمان. هيتعبني شويه، بس حلاوته غويط والميه ماشيه من جنب الجرف. تحط الخشب الميه هتمشي من قدام الخشب، يشتغل معاك بالنهار. لكن التاني عيبه الميه ماشيه بعد 3 متر من الخشب، عشان كده ما اشتغلش معايا غير بالليل، وبالنهار تعبان. فانا عايز دور يكون شغال معايا بالنهار عشان تصوير النهار احلى. نفك الدور اهو رجاله وهننقله على الدور الجديد. شايفين الميه هنا ماشيه بعد قد ايه؟ بعد مسافه كبيره، عشان كده الدور ما كانش حلو، كان شغله كله ليه. احنا هنروح على الدور الثاني وهنعمله وهنخليه لكم 100 100. الخشب كله اتفك اهو طلع بره. اللايك الجميل بقى، استنونا لما نروح هناك هنعمل لكم فيديو جامد وهتشوفوا دور حكايه، دور بقى زي ما الكتاب بيقول. الدور الثاني يا رجاله جبت الخشب وجيت لقيت عمقه من جنب الشط 2 متر، نزلت كده لما لغايه نهر. فطبعا انا معايا الخشب قصير مش هينفع العمق ده كله، انا كده عايز الواح وقف، فسبته. جيت بعد منه ب 10 متر اهو. هنروق الدور ده يا رجاله، هنروق ده لان معاه الخشب قصير، يعني اطول حته متر ونص، وجنب الشط عايز اطول حته مترين. فانا مش عنديش خشب يعمل العمق ده، هو 100 100 بس عايز خشب، معيش خشب. الله يا جماعه، وهنعمل دور هنا روح بص كده صور كده انا كاسف. شايفين يا جماعه بعد ما روقناه والله العظيم يجي ساعه بروق فيه، نزلت تحت ما لقيتلوش عمق اكتر من 2 متر جنب الشط. خشب اهو، صور خشب كده، اطول حته في الخشب متر ونص، يعني استحاله يتعمل. وطبعا ميته ماشي يعني لازم صدار، عشان كده هنسيبه وهنفتح اللي جنبه، هنتعب من الاول تاني. شايفين يا جماعه الدور كله جذور من الشجره ده، بعد اطلع فيه من ساعتها. شايفين العمق ما شاء الله. تمام كده. جنبنا اهو، الجنب ده طويل عشان الميه جايه كده، والجنب ده قصير شويه. وسعت شويه عشان احط الغمازين جنب بعض كده مش هقدمهم، خلي واحد هنا وواحد هنا. وهعمل برضو حته هنا واحط فيها ورد نيل. اداري المرايه، لازم المرايه تبقى ضلمه عشان السمكه تطلع وهي مرتاحه. العمق اهوت من فوق المرايه، المنطقه دي كلها كده المرايه. كل ما بترجع لورا شايفين رايحه في داهيه. انا موسعه شويه يا رجاله لان المنطقه دي فيها كمبور اللي هو مبروكه الحشائش، فطبعا عايز يكون واسع بحيث لما تيجي تخش تبقى مطمنه. المنطقه دي يا جماعه مشهوره بالكمبور اللي هو مبروكه الحشائش. فالدور واسع دلوقتي حوالي يجي متر اهو، عشان لما السمكه بتاع الكمبوره تخش تبقى مطمنه. والميه ماشيه هنا من هنا كده، الميه ماشيه. الدور الثاني يا رجاله الميه بعد الخشب ب 3 متر كانت ماشيه، لكن الميه هنا ماشيه قدام الخشب. عشان كده الدور ده النهار يعني ان شاء الله هيشتغل معانا بالنهار، لكن الثاني ما كانش بيشتغل غير بالليل. اهو يا رجاله العمق، هنحط مريتنا هنا وهنضلم الدور ده شويه بدوك من هنا كده بحاجه، نضلمه على ورد نيل عشان خاطر السمكه تطلع وتاكل وهي مطمنه. الميه الكاشفه لازم تدي امان للسمكه، لو السمكه ما حسيتش بامان بالذات الكبير مش هيطلع معاك على الدور غير بالليل. تابعونا يا رجاله. كله كده تمام التمام. خدت شويه ورد نيل من ده حطيته جنب الدور من هنا. في ورد نيل بقى صغير اللي هو شبه الفجل ده، هنحطه فوق المرايه هنا كده، والخشبه ديت عشان الورد النيل ما يمشيش. وهنحط غمازاتنا هنا كده 100 100. ده اول علف في الدور بتاعنا الجديد.
احنا كده يا جماعه المره دي علفنا غله، المره الجايه هنعلف عجينه التزفيت لغايه لما الدور ده يشتغل معانا. انا جايب معايا اهو ورد نيل عشان اغطي بيه الدور. ده ورد نيل من اللي هو اشبه بتاع الفجل ده. شويه بقى يتحطوا كده فوق المرايه يضلموا الدور. السمكه يا جماعه لازم تحس بالامان، تخش معاك بالليل عشان مش شايفه حاجه، فانت تحاول تضلم لها الدور عشان تحس بالامان. السمكه لو حست بالامان هتخش معاك وتديك احلى غمز. ايه رايكم كده يا رجاله بقى؟ دور 100 100 اهو، المرايه ضلمت، ورد النيل في الجناب. طبعا ورد النيل ده حلو الصغار ده، يضلم بس ما يعملش ايه قلق في الدور. اعمل لايك ومتابعه، ومش هننزل الفيديو ده غير لما نجيب سمك. ولا ما شاء الله ما شاء الله، الصلاة على النبي. اول حته من الدور ده بعد 4 ايام، ما شاء الله عليه. حاسب يا عم الحاج. البولت الكبير يا جماعه ده الدور الجديد، ميته ماشيه. اول حته بعد 4 ايام يا جماعه، اقسم بالله. وان شاء الله حاسس كده النهارده ربنا يكرمنا. دي البدايه، ما شاء الله على دور زي ما الكتاب بيقول، بولت الغله من البحر الشبيني. عرفتوا ليه بقى انا غيرت الدور ده؟ عشان يشتغل معايا بالنهار. تابعونا يا رجاله. اول حته، صلى على النبي صلى على النبي. حته كويسه ما شاء الله. حلوياتك يا عم الحاج، حلوياتك يا عم الحاج، ما شاء الله عليه. عسله يا رجاله. غله من الدور الجديد. شايفين المايه يا جماعه؟ المايه ماشيه فينا حته. ان شاء الله لازم اجيب لكم الغمزه مباشر. تاني حته، بالصلاه على النبي. حلويات يا عم الحاج. ورمي يا جماعه عودين حداف شمال ويمين الدور للبياض والدقاميج والحاجات دي والكراكير. تاني حته، خش على اللي بعده. قلت الغله الحاجه اللي تفرح، ما شاء الله عليه. خش على اللي بعده. تاني حته يا رجاله من الدور الجديد. كمان حته باللي يا رجاله من الدور الجديد اهي، عسوله ما شاء الله. بليمي ده يا جماعه اطعم سمكه في النيل، اللي هو البليمي او الحجاري، الاتنين واحد يعني. تابعوني يا رجاله. هي مالها وقفت ليه كده؟ من ساعه ما خدت الحتتين وهي نامت. حتى على الحداف ما خدتش غير القماج اللي انت شفتوه ونامت برضه. الناس اللي هتسأل نوع الصنار اللي انا شغال بيه، يا جماعة انا شغال بصنار مقاس 7 ملوي اسود، كود 1772. هتقول لي الشركة نوعها ايه؟ اقول لك جرب جميع انواع الصنار، والصنار اللي يعجبك اشتغل بيه. انا شغال هنا على الغلة بكود 1772 7 اسود، وشغال على الحداف نفس الكود بس مقاس 4. انت بقى جرب جميع الشركات، والشركة اللي تعجبك اشتغل بيها. تابعونا يا رجالة، ان شاء الله نجيب حاجة تانية.